السلام عليكم مشاهديني على صفحتي أزهر شلال جسام، واللي تحمل هذا الرمز اللي متشوفوه هو حاليا أزهر الجميلي ب13,800 تقريبا. اليوم كتبت لكم انه ممكن راح تشوفون يعني قلت لكم راح تشوفون كذب وزيف هذا البرنامج اللي طلع على قناة العراقية، وكذلك يعني كان ورطا بهذا المذيع انه اتهمهم هذا الشخص. يعني هو كان اتهام من قبل مدير اللجنة التحقيقية طارق اللافي، وكذلك بقيادة اللواء الحقوقي هاجر زيش قسام. راح اتحدث لكم بالدليل، ما راح اوديكم بعيد ولا اخليكم تتهمون، خصوصا انه هم تحدثوا الاثنين، تحدثوا على ابو عثمان، وهنا كانت الثغرة. وبعدين راح احكي لكم اللواء احمد صداق، بس مو بهذا المنشور لان عندي ادلة تخص احمد صداق، كيف كانوا يغطون على هذا الأمر ويسووا إعلاميا، لكن الضحية كان هو المذيع. دائما يكون المذيع والإعلامي هو الضحية لين ما يتأكدوا، وأنا أعذره لأنه هو مو من أهل الأنبار. المهم راح أرجع على أول شي اليوتيوب، هو كل شي يخزن. والأخ هنا المذيع يقول كشف تفاصيل حادث مهم جدا، عملية اغتيال اللواء هذا زيد شرطة. والسابق ما راح احكي لكم يعني هواية، لكن راح اسمعكم اشياء وارجع من هذا الفيديو للفيديو الثاني حتى اعرفكم شنو الحقيقة وشون نسم هاي الثغرة. وهاي طبعا ثغرة قانونية تنحسب على القاضي اللي حكم الثاني، اللي راح يحكم الثاني وطلع على التلفزيون، ويمكن يتساءل قانونيا كذلك المذيع لأنه هو ما تأكد من نوع المعلومة. خلينا نشوف ويانا اللي شاركوا في تنفيذ هاي الجريمة الإرهابية، ألا وهي اغتيال الشهيد اللواء الركن أحمد صداق قائد شرطة الأنبار السابق. الله يرحمه. تابعوا مشاهدينا واطلعوا على أبرز تفاصيل هاي الحلقة. الرمادي مدينة عراقية. بعدين نروح بعد هذا التقرير لأن ما يفيدنا هذا التقرير. تستطيع محافظة الأنبار القبض على الإرهابي فراس علي حمد غريبة، وكنيته أبو علي. أنا راح أوصل لكم يوم هذا فراس، أنا راح أتكلم اليوم عن فراس فقط. زين. انتمى لتنظيم القاعدة الإرهابي، ثم بايع عصابات داعش الإجرامية. شارك في اغتيال العديد من أهالي الأنبار في شارع 60 منطقة الملعب وحي الإسكان. تمام. فضلا عن مشاركته بالتهيئة لعجلة مفخخة مع. راح أتكلم لكم عن اغتيالات ذني، تمام، وأقول لكم أنا ابن الرمادي وأنتوا راح تعرفون يعني الحقيقة بدون تزييف. لكن زمرته ليستهدف أوصلكم وياه للمعلومات اللي مهمة، اللي الثغرة اللي موجودة، وهي الكذبة اللي صنعها طارق أو قائد الشرطة، هم يتحملوها اثنيناتهم طبعا. هذا الفيديو لازم يشوفه محافظ الأنبار، لازم يشوفه الحكومة العراقية، لازم يشوفه كل شريف بالعراق. نشوفكم زيف وشون رادم يعني يغطون على حقيقة عن المجرمين الحقيقيين. تمام. أنا هذا الرجال فراس يعني كان يشتغل، وعارفه كان يشتغل سابقا ويا المجموعات الإرهابية، لكن كان يعني ضد الأمريكان ما أعرف، واعتقل. هو كان معتقل وهم طلعوه من الإجرام أكثر من مرة، يعني إذا كان بهاي الخطورة. لكن اليوم ما راح أحكي لكم عن الموضوع، لا أحكي لكم على أدلة. خلينا نشوف. نقطة عسكرية إلى هذه المآسي والمشاكل وهذه المجاميع نادينا بها في عام 2013 و2012 بأن هذه ساحة الانتقام وليس ساحة الاعتصام. تمام. ساحة الانتقام ستنتقم من أهل المحافظة وانتقمت أيضا من هذا البلد بشكل عام. تمام. فهذه مجاميع وانتماءات ساحات الاعتصام. وياك أنا شهيد اللواء، لكن نسيت شغلات راح أذكرك بيها.
نعم سيدي. كمل على يد أبو عثمان. طبعا أبو عثمان هذا من المجاميع الإرهابية، هذا ارتكب أيضا أبشع جريمة حتى يسمع المشاهد الكريم بقتل الجنود الخمسة، وتم أيضا بارتكابه جرائم أخرى كثيرة وتفجير وهجوم أيضا بتخطيط على مخبر شرطة الحوز وجرائم أخرى كثيرة. أيضا أبو عثمان هذا يترأس مجموعة، وكان أيضا يخطط وفي حين أرسل انتحاريين مع مجموعته الإرهابية على قائد الشرطة، وأنا كنت في حين قائد الشرطة. صحيح. وتم تبليغ الانتحاري في حالة عدم خروج قائد الشرطة. أنا حد الآن وياك، لكن أكو تواريخ يا سيادة اللواء نسيتها تخص هذا المعتقل وتخص ذاك المعتقل اللي هو أبو عثمان. أنا شفتكم إياه بالصورة. راح نشوف اعترافات شوية من هذا حتى أروح أطابق لكم إياها ويا الجرائم اللي صارت والتواريخ اللي صارت بيناته، وموثقة بالقضاء العراقي. يعني خلي يتابعون ورايا، وأنا موثقة كذلك بالإعلام، وأنا صورت أبو عثمان كذلك. لكن خلي بس أشوف شوية وبعدين أرجع لكم. سيدنا أنا وادم بعد سيد قمنا نترصد ونراقب السيطرات والمراكز والأهداف مالتنا. مرة أيام سيد هم خابرنا هو أبو عثمان. ورا كم يوم من العملية؟ والله ما طولت 4 أيام أو 5 سيدي. زين. نعم سيدي. خابرني موجود تبي المحل، قلت له موجود. جاني قال نريد نضرب صدرة الملعب على شارع 60 سيدي. زين. نعم. شنو بيش نضربها؟ قال عنده غناص في الصندوق. جاب السيارة الأوبترا نفسها البياضة. تمام، عفنا من هذا الموضوع. اوكي، عفونا من هذا الموضوع. ينفذها في مدينة الرمادي. حيعطيني سيد هذا الموضوع ما عندي تفاصيل عليه، لكن أحد منتسبينا من الأبطال الشهيد أحكي لكم على موضوع ثاني، تاريخ ثاني. من المسدس كاتم زين. نعم. بعدين نعم شفت له سيدي، وراسا انسحبنا بالسيارة، سحبنا شارع المستودع. زين. شارع المستودع. نعم سيدي. من شارع المستودع أنا جرت تاكسي رجعت للبيت. زين. نعم سيدي. هاي أول عملية. زين. ليش اختاريتوا الشرطي من هاي أول عملية؟ قاعد يحكي على الشرطة ثاني. شنو السبب؟ نعم سيدي. مو كان هو استخبارات، وشون هدفه سهل صار. الإرهابي اللي موجود ويانا. أريدكم تنتبهون لهذا الموضوع، أو هذا الموضوع اللي راح أحكي عليه، اللي هو فراس علي مع زمرته الإرهابية الأخرى، من ضمنهم أبو عثمان اللي تحدثنا عنه في كشف الدلالة السابق على لسان السيد القائد، قائد شرطة الأنبار. وأيضا هسه حنتحدث عن هذه العملية الإرهابية اللي نفذها الإرهابي المدعو فراس علي، ويعطينا تفاصيل دقيقة عن حيثيات ما جرى في هذا المكان. فراس، من اللي خطط لهاي العملية وشلون قمتوا بيها، وشنو كان نوع السلاح اللي تحملوه، وشنو نوع السيارة اللي استخدمتوها، وبأي وقت اجيتوا ونفذتوا هاي العملية الإرهابية؟ نعم. خابرنا أبو الزبير أبو عثمان ورا صلاة المغرب أنا شفت المحل. قال لي موجود. هاي بيا سنة؟ بال 2013. كان يطلع على حي الملعب على مشتاق. قلت له موجود. جاني ورا صلاة المغرب هي السيارة الأوبترا نفسها بيضة. تمام. هسه راح نوقف. مشتاق الله يرحمه عنصر استخباراتي للشرطة، استشهد بهذا الشارع يسموه شارع البجابر، كان قريب على بيت رباح البهية بمحل حلاقة، لأن هو نفسه حلاق. تمام. أريدكم تنتبهون هذا الموضوع. بيش بيا سنة بال2013، بس ما قال يا شهر. أنا راح أقول لكم بيا شهر استشهد الله يرحمه. تقريبا استشهد يوم 25/9 بالضبط. 25/9. احفظوا هذا التاريخ. 25/9. أكرر 25/9 استشهد مشتاق. اسمع. جينا توجهنا للملعب من جامع الحق، خطينا الملعب جاي. وصلنا المكان، وصلنا المحل، نزلنا من السيارة أنا وأبو الزبير. هذا المحل أبو الزبير، راح يرجع يقول أبو العثمان. نزل أبو الزبير. طبعا المحل أنا ظليت اسناد له، شايل رشاشة برا هنا.
نزل ابو الزبير كمل. نوع سيارة شنو كانت؟ او بتربيع. او بتربيع. نعم. سمعته قبل شوي ايش قال ابو عثمان، بعدين رجع قال ابو الزبير. تمام، يعني هاي اول كذبة، هاي اول وحدة. تمام. بيا بشهر قتل 25/9 بشهر 9. تمام. كمل ابو الزبير. شو الطريقة جيتوا بيها؟ نعم وقفتوا يعني طريقة الاستهداف، ترجلك من السيارة إلى أن جيت على جينا هو بهذا الطريق نفسه. نعم. وين وقفت السيارة؟ وقفت هنا السيارة. على السريع نزلنا، نزل هو ابو الزبير ونزل ثاني. ابو الزبير طلع هو علي على المحل، وانا ظليت شال هو سلاح؟ شايل مسدس كاتب. وانت؟ انا شايل رشاشه، ظليت واقف بلا برا. نعم. كمل هو ابو الزبير، طلعنا راسا. وين وقفت انت؟ بيا مكان؟ انا واقف هنا. نعم. هنا يعني. هنا؟ يعني هيك نعم. كمل ابو الزبير، عاد مشينا طلعنا شارع المستودع نفس الحال. نزلت بشارع المستودع، انا رجعت البيت وهم طلعوا. نعم. سيادة القائد، يعني ايضا اعطيني تقريركم الخاص عن هذا الموضوع. اضافة الى ذلك اسمع، راح نسمع القائد، وهذا تعتبر شهادة مزيفة ومزورة. تمام، ضد القانون، زيف القانون وزيف العدالة وزيف كل شيء. أنا راح أحكي لكم على هذا الموضوع. هسه خلينا أوكي. هسه حكى، قال أول شي أبو عثمان، وبعدين رجع قال أبو الزبير، وسيد القائد قال أبو عثمان. هاي وحدة. شو وقت انقتل مشتاق الله يرحمه بهذا المحل؟ انقتل 25/9. تمام. راح أشوفكم أبو عثمان. هذا أبو عثمان، هذا التقرير عليه، ما يسمى بالأمير العسكري لمدينة الرمادي. تابع، اسمع التقرير وياي. بقتل الجنود ال5 الذين كانوا عائدين إلى منازلهم في إجازتهم الدورية على الطريق العام في الرمادي، كما واعترف بتسليم هويات المغدورين إلى المدعو محمد خميس أبو ريشة، كما اعترف أيضا بتنفيذ محاولة اغتيال محافظ الأنبار السابق قاسم الفهداوي. وسمعتوا شنو قال؟ تمام. سمعتوا قائد الشرطة هو بلسانه قال هو رادم يقتالون ويقتالون محافظ الأنبار. وهسه راح ارجع لكم على التقرير نفسه، ذاك الاولي. لكن هذا موجود بعده باليوتيوب. هاي قناة فيحاء وذيك قناة العراقية، يعني انا ما جبته من عندي، بس هم نسموا التواريخ ونسموا سلمت بمنصب الامير العسكري العام لمدينة الرمادي. تمام. قمنا بعدة اعمال ارهابية. اسمع. فالعملية الاولى التي قمنا بها هي حادثة مقتل الجنود ال5. اوكي. ففي يوم مقتل هؤلاء الجنود كنا متوقفين على الطريق الخدمي المحاذي لساحة التظاهرات. كانت هناك مفارز متوقفة على هذا الطريق. سيد اللواء هادر سيد مدير شرطة الأنبار. ولكن بعدما لم تكن لدينا المعلومات الكافية حول خروجه ودخوله ومكان تواجده، قمنا وذلك بأمر الولاية بتحويل العملية إلى السيد محافظ الأنبار. فقمنا بجلب الانتحاري إلى المكان الذي مر منه السيد المحافظ في ذلك اليوم، ووقف الانتحاري بسيارته في ذلك المكان. فلما مر السيد المحافظ قام الانتحاري بتفجير نفسه على السيد المحافظ. هذا وأضاف الإرهابي الملقب بالأمير العسكري لمدينة الرمادي التابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بتوزيع منشورات تحرض المواطنين على مقاطعة الانتخابات المحلية في المحافظة وتتوعدهم بهدف إفشال العملية. هسه عرفنا أبو عثمان، تمام، وعرفنا هو اللي كان مسؤول على تفجير السيارات و لكن كل اللي حكاه فراس ما كان أبو عثمان موجود. ليش؟ لأن هذا إذا نحكي على الفيديو، إذا هو وصلهم الفيديو بنفس اليوم قناة فيحاء، فوصل تم النشر في 11/8/2013. تم القبض على أبو عثمان وجماعته اللي طلع مع اعتراف، واللي أنا واحد من الناس من الإعلاميين صورتهم بيا شهر، صورتهم 30/7/2013. يعني تاريخ اللي قاعد يحكي عليه فراس، وقاعد يحكي عليه اللواء، وقاعد يحكي عليه طارق، لا مقتل
هذا الشرطي الله يرحمه، ولا مقتل نقيب صدام اللي هم راح يطلعون نوب اعتراف. هو كان أبو عثمان موجود وقاعد يكذب، كان هادي، كان طارق، كان المقدم إنسان ما يندل يجوز ما يعرف هذا. لكن راح أكمل لكم شهادة الزور لقائد الشرطة حتى يصير لكم فكرة. هذا اليوتيوب موجود، تم النشر. عوف نهسانة كذاب، مو 21/7 اعتقلوهم، بنفس اليوم اعتقلوهم يابا، بنفس اليوم اللي اعتقلوهم طلعوهم اعتراف. يعني هم هذول انبياء يعترفون، بس تقول لهم اعترفوا يعترفون الارهابيين بدون اي ضغوط. زين، بس تم النشر شو وقت؟ 21/8. شو وقت مات الله يرحمه؟ هذا خصوصا هذا مات يا 25/9. يعني كان ابو عثمان بالسجن يا هادر زيد، يا طارق، يا اللجنة التحقيقية، يا محافظ الانبار. اسمعوا النوب. يعني دول الارهابيين اللي عملوا في فترة معينة. فهذا اليوم لا يمكن، احنا عندنا مقولة ومبدأ في الشرطة: لا يفلت الجاني من جريمته. نعم. طالما اكو متابعة ابطال من ضباط شرطة مكافحة الاجرام اللجنة في هذا. واليوم ايضا حاليا بالشاعة الصدفة نعم. ان تحضر والدة نعم. والدة وابن ايضا الشهيد منسوبنا مشتاق. نعم. فهذا ما حصل، وهاي والدته يعني بالامكان ان يصير. وهذا ابنه، طبعا ابنه في كان 25/9 مشتاق الله يرحمه. نقيب صدام راح نقول لكم عليه بيا شهر. تمام. للشهيد النقيب. نعم. وتفاصيل اخرى انت يعني تحدثنا بها. نعم. هو خابرنا ابو عثمان يمسك على ورا صلاه المغرب. كان نطلع على صدام. نعم. جينا من حي الصناعي، جينا دخلنا شارع 20. كان متابعينه، عزل النقيب صدام. انتم متابعينه؟ نعم، يعني متابعينه جماعه لو انتم. نعم، هو وياه بالتليفون. عزل، جينا نمشي وراه، عنده سياره جيب، هو جيب بيضاء. جينا نمشي وراه من شارع 20، طلع تا يطلع يريد يروح لبيتهم، يستلم شارع 60 بهاي المنطقة. نعم. خفف حيل خفف، لأن كان هاي منطقة مزدحمة. المنطقة منطقة محلات. نعم. سيادة بس قبل ما نكمل، سيادة القائد يعني حدثنا عن هذه المنطقة. هسه نشوف خراب. راح ارجع لكم واكد لكم نقيب صدام الله يرحمه مات قبل مشتاق ب7 أيام بهاي الاحداث اللي صارت. لان اخوي الله يرحمه مات بشهر 10، وهي نفس هاي المجموعة اللي استلمت، واللي هم كانوا من الإجرام يقولون بيها. قالوا مستلمها واحد اسمه ابو اسامة الكليباوي. زين، ابو عائشة ليش ما انذكر بهذا الموضوع؟ محمد الفارس اللي ابوه مدير الحدود ليش ما انذكر بهذا الامور؟ وهو كان امير الامني، وهادي يعرفه، طارق يعرفه، كلهم يعرفوه. ليش؟ لان الله يريد يفضحهم. زين، وهذا التواريخ موجودة، وكل اللي طلع بيه فراس وقاله طبعا، كل اللي طلع هو كان مفبرك يريد يطلع للإعلام بس فقط، لا أكثر ولا أقل. انتظروني بحلقة ثانية وتقرير ثاني بالشيء اللي يخص هذا البرنامج، ويخص اللواء أحمد الصداق، وكذلك توريطة هادر زيد والرائد طارق اللافي لسعد معا شخصيا، وخلهم طلع عملية طلع سعد معا اعترافات بجماعة، وقال له ذولا جوا. هو كذب، الإنسان اللي اعترف عليه هو موجود حاليا ولا زال، وسابقا هو موجود، وإرهابي وهمك ليباوي وموجود. يسمع حسكم ل5 كيلو.